يا مساء الفل عليكم يا جماعة، أو صباح الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. معلش بقالي كام يوم كده ما بعملش فيديوهات، يعني عندي شوية مشغوليات في الشغل، والله ربنا يعلم يعني، فكان ضغط شغل جامد، فما كنتش عارف ان انا اخصص من وقتي وقت ان انا اقدر اعمل فيه فيديوهات يعني. المهم، فانا النهاردة هتكلم في حاجة، هحاول يعني، هو موضوع كبير بس انا هحاول ابسطه على قد ما اقدر. برضو انت لو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنت يعني. آه، بالنسبة لموضوع اللجوء في أمريكا، قبل ما أتكلم بس في حتة اللجوء، كان في حد سايب لي في الكومنت إن هو بيفكر إن هو عايز يقدم على فيزا سياحة أمريكا من اسكندرية. بصوا يا جماعة، مفيش، هي جميع المحافظات بنروح القاهرة بنعمل المقابلة بتاعتنا في السفارة الأمريكية نفسها. أيا كانت نوع المعاملة بتاعتك إيه بقى، فيزا سياحة، فيزا دراسة، هجرة عشوائية، عقد عمل، أي يعني أيا كان هي إيه، هي مفيش غير ان انت بتروح بتعمل المقابلة بتاعتك او المعاملة بتاعتك، انت مش بتعملها غير في السفارة الامريكية في المقر بتاعها في القاهرة. فانت من اسكندرية بقى، من مدينة يعني، من ايا كان المحافظة اللي انت فيها ايه، فانت هتروح تعمل المقابلة بتاعتك في القاهرة. تمام، ده سؤال بس عشان هو اتكرر كتير قوي عندي في الكومنتات. بالنسبة لموضوع اللجوء يا جماعة، ببساطة شديدة جدا هحاول ابسطه لك على قد ما اقدر، على اساس ان المعلومه انت تاخدها تعرف من اين يؤكل الكتف يعني. تمام. هي اللجوء هنا طبعا انواعه كتير ولا تعد ولا تحصى، ومن حق اي حد ان هو يقدم لجوء. بس ايه اللجوء اللي اتقبل وايه اللجوء اللي اترفض؟ من الاخر، انت لو عندك كيس قوية جدا مثلا في بلدك، انت كنت مضطهد من حاجة معينة سياسيا، اي حاجة، ومعاك ما يثبت ده، فانا اقول لك لا، انت هتاخد لجوء هنا. قبل بس ما اخش في تفاصيله، انت بمعنى اصح انت بتقدم على اللجوء. بعد ما بتقدم على اللجوء ب 155 يوم تقريبا بيجي لك حاجه اسمها سوشيال سيكيورتي وورك بيرميت. الاتنين دول يعتبر كده انت عايش في امريكا، تقدر تعمل اللي انت عايزه، تفتح كشف حساب في البنك، تشتري عربيه، تشتري بيت، تفتح بيزنس خاص بيك. الورك بيرميت ده تصريح عمل، عشان انت مثلا لو جات لك شغل في شركه، لو جالك شغل في اي حته، تصريح الورك بيرميت ده انت تعرف تشتغل بيه في اي حته وتاخد عدد ساعاتك كامله زيك زي المواطن الامريكي بالظبط. تمام. بعديها طبعا، ده مش معناه ان انا خلاص كده خلصت، لا، انت الموضوع ده انت بتاخده بصوره مؤقته عقبال ما تيجي بميعاد المحاكمه بتاعتك وتقف قدام القاضي وتشرح له انا عايز اقدم لجوء ليه وايه الاسباب. وطبعا كل ده لازم يكون مثبت بورق يعني، ولازم تبين للقاضي ان انت اوراقك قوية، وان انا فعلا في سبب قوي جدا يمنعني ان انا ارجع بلدي. تمام. فلو انت عندك مشكلة في بلدك ومعاك ما يثبت ده، تعالى هنا يا باشا وقدم مع نفسك، مفيش مشكلة. بس طبعا يفضل محامي، يعني المحامين بيبقوا فاهمين يعرفوا ايه فين ازاي يعني. غير كده في بقى محامين هنا يا باشا يعملوا كفت، يعني يعرف هو يجيب لك ورق ويعرف يثبت لك ان انت فعلا عندك مشكلة في كذا كذا، وادي الاوراق اهي، وفي يعني في ناس هنا، في محامين هنا جبابرة يعني. تمام. بس انت مدة المعاملة بتاعتك هتقعد مثلا 3 سنين 4 سنين، ده المتوسط يعني. في ناس على فكرة جالها بعد 6 شهور. فهي بس انا بكلمك على الاغلب بياخد يعني 3 سنين 4 سنين. بس في خلال ال3 سنين ال4 سنين دول انت وضعك جوه امريكا قانوني، محدش عايز منك اي حاجة. تعرف تشتغل، تعرف تفتح حساب في البنك، تعرف تشتري عربية، تشتري بيت، تفتح بيزنس، يعني شوف انت ايه اللي طبعا ما عدا ان انت تنزل مصر يعني. فاهم قصدي؟ بس معلش انا بس عمال ابص حواليا عشان أنا مستني دور داش. ف ده باختصار شديد جدا. في ناس هنا بتقول لك مفيش مشكله بالنسبه لي، انا هاجي اقدم لجوء وربنا يسهل بقى لما تيجي الميعاد القضيه بتاعتي، يبقى ساعتها ربنا يسهل بقى، حتى لو خدت ايه مثلا والقضيه اترفضت وترحلت مصر، خلاص يبقى انا قعدت بقى في امريكا ال3 4 سنين دول قانوني، وعامل ورق وعملت فلوس حلوه وبتاع والدنيا جميله، وخدت بعضي ورجعت. تفكيره احترم. وبرضه عايز اقول لك على حاجه يعني اطمن بيها الناس، انت قدمت لجوء ما قدمت يعني، لو عملت لجوء واترفض ورجعت، ما فيش اي مشاكل فيك ليك في بلدك، ولا في اي مشاكل هتحصل لك مع اسرتك. فشيل الفكره دي من دماغك عادي خالص يعني.
تمام. دي جزئيه. الجزئيه التانية، في ناس تقول لك لا، انا معايا فيزا سياحه، انا هاجي اقعد 6 شهور وارجع واقعد مثلا سنه. لان انا قلت قبل كده، انت مثلا لو جيت هنا قعدت 5 شهور، قعدت 6 شهور، لازم تقعد ضعف المده او اكتر شويه عشان تقدر لما ترجع يعني. تمام. ان انت تخش امريكا عادي. آه، دي حاجة. في ناس تقول لك لا، انا هقدم لجوه هقعد هنا. وفي مثلا ناس بيبقى فعلا عندها مشكلة في البلد بتاعتها ايا كانت هي ايه بقى، فبقول لك لا خلاص انا يعني. بس انا حبيت اشرح الموضوع باختصار شديد جدا. يفضل محامي؟ طبعا يفضل محامي، لان هم بيبقوا فاهمين الورق ايه، بيبقوا فاهمين كل التفاصيل دي كلها، هم بيبقوا فاهمينها كويس، هي شغلته. تمام. ف يعني في ناس تحب تسترخص بقى ويقول لك لا انا هقدم بنفسي. انت ممكن تقدم بنفسك اونلاين عادي، مفيش مشكله. بس انت لو نويت تعمل ده، فهو يفضل ان انت يكون معاك محامي ماشي معاك المشوار من اوله لاخره، عشان تعرف توصل للجرين كارد، ومن بعد الجرين كارد بقى الجنسيه باذن الله. بس اتمنى يعني ان انا اكون قلت كل حاجه. ولو برضو انت عندك سؤال، عندك اي حاجه، سيبولي في الكومنت وانا باذن الله هرد عليكم. السلام عليكم.